التشارجز بتفلو يبقى في current intensity. الباتري بتبقى the source of electricity. الباتري هتدي شلوت للتشارجز عشان تقدر تتحرك في السيركت، ويبقى في حاجة اسمها potential difference. التشارجز وهي ماشية حاجة تقابلها في سكتها تعطلها وتغلس عليها اسمها resistance. واتكلمنا على الفاكتورز اللي بتأثر على الريزيستنس. ايه يجي عمنا جورج سايمون اوم ويعمل ايه؟ ويحط حتة قانون في الاخر. طبعا يعني في الاخر يعني الاول قعد يعمل اكسبيرمنت، وبعد الاكسبيرمنت طلعت له ريزلتس، وبعد الريزلتس قال لنا قانون. القانون بتاع عمك اوم ده بقى ماله؟ ده تحطه فوق دماغك كده وتبوسه وتفضل فاكره طول العمر. الاول كنت عايز اقول لك عمنا اوم هنسميه ابو الكهرباء، ابو الالكتريسيتي. نبدا. اوم عمل اكسبيرمنت، عمل سيركت، دايره كهربيه عباره عن سورس اوف الكتريسيتي اللي هو الباتري، وعنده resistance of known value وريوستات اللي هو الفاريبل ريزيستور. ريوستات اللي الفانكشن بتاعته اقدر اغير قيمة الريزيستنس بتاعته، فنتيجة لتغير الريزيستنس قيمة الكرنت اللي ماشي في السيركت تتغير. عمنا اوم حط الاميتر connected in series to measure the value of current intensity، وحط voltmeter in parallel across the two terminals of the fixed resistor. شكرا. دي الاكسبيرمنت عملها، عمل setting up للاكسبيرمنت. بدأ يغير أو يلعب في الريوستات، فيغير قيمة الكرنت اللي ماشي في السيركت. يجيب الأميتر قرا كام والفولت ميتر قرا كام ويحطهم في تيبل، ويستنى شوية ويبطل السيركت. اشمعنى؟ علشان تفضل التمبريتشر ثابتة ما تتغيرش. أصلي due to the flow of current in wires الوايرز become hot، فعشان الأسلاك ما تسخنش والريزيستورز ما تسخنش فيقفل السيركت ويعمل تاني ويشتغل تاني. يغير الريستات، الكرنت يتغير، البوتنشال ديفرنس اكروس ذا ريزيستور يتغير، يعمل ريكوردنج للداتا في تيبل. مرة 2 3 4، كل ما يكتر كل ما يبقى حلو to avoid error، عشان يتجنب الأخطاء. عمل التيبل، رسم جراف ما بين مين ومين، ما بين الكرنت اللي ماشي في الريزيستور، حط الكرنت على الاكس اكسس، وما بين البوتنشال ديفرنس اكروس ذا ريزيستور على الواي اكسس. الله الله يا عبد الله، ايه؟ قوم النتائج رسمت له الجراف اللي حضراتكم شايفينه. الله، ايه ده؟ دي علاقه ستريت لاين عامل انجل مع الاكس اكسس. ايه دي؟ دي العلاقه دي يونيفورم منتظمه. اللي بيحصل كل ما الكرنت بيزيد البوتنشال ديفرنس اكروس ذا ريزيستور بيزيد يونيفورملي، تبقى العلاقه دايركتلي بروبورشنال. يبقى الفي دايركتلي بروبورشنال ويز اي. عايز اعين علامه البروبورشناليتي، وماله حبيبي؟ حط بدلها ايكوال كونستانت، بقت الفي ايكوالز كونستانت اي. عمك قوم يجيب قيمه الكونستانت، تطلع مين؟ تطلع الريزيستنس.
الله 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 الله. ويصيغ القانون بتاعه A the constant of temperature for a fixed resistor. يبقى ساب التمبريتشر ثابته ما اتغيرتش. اصل انت عارف ان لو التمبريتشر اتغيرت الريزيستنس هتتغير. At the constant of temperature for a fixed resistor. Potential difference across the two terminals of resistor is directly proportional with current. شكرا. ويسيب لنا القانون V equals IR. واحنا نرجع بدورنا نفتكر اللي عملناه المرة اللي فاتت، فنحط التريانجل اللي قدامك ده there VIR وهنطلع منه ب11 معلومة. واحد، أول 3 معلومات عايزين نتعلمهم ماذا يعني كل لتر من دول، كل حرف من دول بيقول إيه؟ ال V potential difference، ال I current intensity، وال R resistance. أدي أول 3. ال3 اللي بعدهم الساي units for measuring each physical quantity. الساي unit for measuring V volt، V اللي هو البوتنشال ديفرنس measured by volt. الساي unit for measuring current intensity ampere. الساي unit for measuring resistance ohm. يبقى كده ادي 3 كمان، يبقى توتال المعلومات اللي قلنا 6. دلوقتي حط ايدك على الاي، بقت الاي في اوفر ار. حط ايدك على ار وخبيها، بقت الار ايكوالز في اوفر اي. حط ايدك وخبي الفي، بقت الفي ايكوالز اي ار. وبكده ادي 9 معلومات. معلومه رقم 10، تعالى. مش الاي بتساوي في اوفر ار؟ الاي هو الكرنت انتنسيتي بيتقاس بالامبير، يطلع الامبير بيساوي فولت بير اوم، لانها في على ار. الفي بتتقاس بالفولت والار بتتقاس بالاوم. جميل. المعلومه رقم 11، في equals اي ار. الفي هو البوتنشال ديفرنس ميجر باي فولت، بيساوي امبير دوت اوم، لان الفي equal اي ار، فالفي بالفولت والاي بالامبير والار بالاوم، بقت الفولت بتساوي امبير دوت اوم. 11 معلومه، خليكم فاكرين. ايه؟ هنفترض افتراض، انا اسف يا عم اوم الله يرحمك انت مت. هنفترض افتراض، معلش، انت او اوم ما بيعرفش يحل الا السؤال اللي هقول لك عليه دلوقتي. هنفترض، معلش هنفترض بيحل سيركت فيها بطاريه وريزيستور واحد. فور اكزامبل، قدر ان السيركت اللي قدامك دي البطاريه بتاعتها ب 24 فولت، وقدر ان الريزيستنس دي ب 12 اوم. بص بقى اللي هيحصل. 1، يحدث اجتماع ما بين اعضاء السيركت اللي هي الريزيستورز ام 12 اوم مع رئيس مجلس اداره السيركت اللي هي البطاريه ام 24 فولت. والاجتماع ده يكونوا ايه؟ يتفقوا على ايه؟ على الكرنت اللي هيمشوه في السيركت. I equals V over R. رئيس مجلس الإدارة هيوزع 24 فولت. الريزيستورز كام؟ 12 أومز. فيتفقوا على كرنت اللي هيمشي في السيركت 2 أمبيرز. اتفاق تاني، البطارية هتبقى بمثابة بابا اللي بيوزع فلوس على عياله. بابا قرر يوزع فلوس على عياله 24 جنيه مصروف يومي. حلو. مين عيال بابا؟ الريزيستورز. كويس. اوم
ودلوقتي حالا بابا عنده عيل واحد، بابا بيوزع 24 جنيه، بابا عنده عيل واحد، يبقى تتخيل المصروف بتاع الواد ده هيطلع بكام؟ ايوه كده، ايوه كده، ما هو بابا بيوزع 24 جنيه وعنده عيل واحد، يبقى الواد ده هياخد الفلوس اللي بابا هيوزعها، يبقى الواد ده هياخد ال 24 جنيه. عايز اقف هنا لحظه. الاول لازم تدرك ان في السيركت، في الدائره الكهربيه، في حاجتين: في منتج للكهرباء ومستهلك للكهرباء. بابا بيطلع الفلوس، ده اللي بينتج. ابن بابا بيستهلك الفلوس، ده المستهلك اللي بياخد مصروف. حلو. دلوقتي بقى عايز اعرف ابن بابا، خلاص احنا اتفقنا باللوجيك كده، بابا بيوزع 24 جنيه، بابا عنده عيل واحد، يبقى الواد ده هياخد مصروف 24 جنيه. شكرا. طب انا مش عايز اللوجيك، عايز اعرف ابن بابا بياخد مصروف ازاي. مصروفه كام؟ بطريقه من اتنين: واحد، حط الفولتميتر اكروس ذا تو تيرمينالز اوف ريزيستور، فكأن الفولتميتر ده امبارل، يعني هيقيس الفلوس المصروف اللي هياخده ابن بابا. ففي الحاله دي البطاريه 24 فولت، هتلاقي ان الريزيستور واخد بوتنشال ديفرنس اكروس ذا ريزيستور 24 فولت. يبقى عايز تعرف المصروف، حاجه من الاثنين، قلت لك اول واحده: يا تحط جهاز تعرف مصروف الواد ده بكام، والجهاز ده هو اسمه فولت ميتر كونكتد ان باراليل، يا اما تحسب للواد مصروفه. طب احسبه له ازاي؟ ايوه، عمك قبل ما يموت ساب لنا وصيه عمك قبل ما يموت ايه؟ عايز تحسب مصروف اي عيل، في هو مصروفه equals IR. I هي قيمة الكرنت اللي ماشي في السيركت، R هي الريزيستنس. فاحنا اتفقنا ان الكرنت اللي ماشي ب 2 امبير والريزيستنس ب 12 اوم، يبقى 2 times 12 فتطلع ب 24 فولت. شكرا. يبقى مصروف الوات 24 وبابا بيوزع 24. شكرا، ده منطقي. والنهارده واحنا لسه صغننين كده هقول لكم على حاجه: اللي بابا بيوزعه هنسميه EMF، واللي ابن بابا او عيال بابا، واحنا لحد دلوقتي بابا ما عندوش غير عيل واحد بياخد مصروف، عيال بابا بياخدوا مصروفهم اسمه potential difference. وبكده يبقى ده قانون عمك بس بالله عليك ما تتخدع، بالله عليك ما تبص لهم على انهم 3 حروف. ليه؟ لان احنا هنعمل كل الاسئله الصعبه والسهله واللي تتخيلها والشقلبات، كل ده هنعمله منين؟ من ال3 حروف دول. خد الحته دي، مش V equal IR. ايوه، بص بقى: at the constant of resistor. على فكره ده المنطوق بتاع اومز نفسه، اومز لو نفسه، لو الريزيستنس ثابته. فتجد ان الفي والاي مالهم دايركتلي بروبورشنال، بمعنى كل ما الكرنت يزيد البوتنشال ديفرنس اكروس ذا ريزيستور يزيد. شكرا، ما قلناش حاجه جديده بالمناسبه، بس تعالى تاني: V equal IR، قدر ان البوتنشال ديفرنس ثابت، يبقى حط ايدك كده على الفي ثابته. بقت العلاقه بين اي وار حاجتين مالتبلايد في بعض، حاجتين الاي والار بعمل لهم مالتبليكيشن، يبقى العلاقه بينهم انفرسلي بروبورشنال. كل ما الريزيستنس تزيد الكرنت يقل. خلي بالك لحد دلوقتي هو كلام، هتعرف مع حل الاسئله ازاي كل كلمه من اللي انا بقولها دي هنوظفها. وبكده انتظروا معايا الحته اللي جايه، هنشوف الدنيا شكلها ايه وربنا يسهل. دلوقتي هنحل اسئله على اومز لو. السؤال الاول: واحد بيقيس البوتنشال ديفرنس يوزنج فولتميتر والكرنت يوزنج ذا اميتر، بيقول لي احسب الريزيستنس ازاي. على طول بنفتكر الار ايكوالز في اوفر اي. الفي هو البوتنشال ديفرنس والاي هو current intensity، يبقى الاجابه potential difference divided by current، يبقى letter C.
السؤال الثاني the condition needed for the validity of Ohm's law. علشان يبقى valid لازم التمبريتشر تبقى كونستانت. ركز هنا لان ده سؤال مهم جدا. ايه؟ ان في اجابه موجوده تمشي، بس لما تقرا السؤال وتعمل ماتشنج ما بين الاجابات validity of Ohm's law لكي يكون valid يعني صالح عشان اطبقه لازم التمبريتشر تبقى كونستانت، وبناء عليه يبقى الاجابه لتر A. السؤال الثالث تطبيق مباشر على Ohm's law. potential difference 50 فولت، current intensity 5 ampere، يبقى الريزيستنس 50 over 5 equals 10 ohms. تبقى الإجابة لتر C. question 4. تعالوا نفتكر البطارية هنا 3 فولت، يعني بابا بيوزع على عياله 3 جنيه. بابا عنده عيل واحد يبقى مصروفه هيبقى 3 جنيه. احسب مصروف الواد ازاي؟ اللي هو الفي اي ار. يبقى انا محتاج المالتيبليكيشن بتاع الكرنت تايمز الريزيستنس يطلع ب 3، وبناء عليه الاجابه هتبقى لتر بي. السؤال الخامس ببساطه شديده هنطبق اومز لو، فيبقى الاي equals V over R. الفي ب 10 فولت والريزيستنس 15 كيلو اومز يعني 15,000، فيطلع ان الكرنت 6.66 times 10 to the power of negative 4 amperes. مش موجوده في الاجابات. طب يلا ايه رايك نعمل مالتيبليكيشن باي 1000 فتطلع الاجابه 0.666 وبكده يبقى حولتها لملي امبير. اوعى تنسى. طب لو عملت تايمز another 1000 فيطلع 666 مايكرو امبير، وبناء عليه يبقى الاجابه لتر دي. السؤال السادس if the potential difference across a resistor is doubled. خلي بالك من a resistor. ايه ده؟ عايز يقول لك ان الريزيستنس ثابته والبوتنشال ديفرنس اكروس ذا تو تيرمينالز دبلد. لما اقول في ايكوال اي ار يبقى الريزيستنس ثابته والفي والاي دايركتلي بروبورشنال. البوتنشال ديفرنس دبلد يبقى الكرنت دبلد، وبناء عليه يبقى الاجابه لتر A. question 7. ده عبيط قوي. ده عايز يأكد على معلومة. انت عارف ان الاميتر connected in series والفولت ميتر connected in parallel across the two terminals of resistor. طب لو انت عارفها خلاص بقى ما تشاور بسرعة. الإجابة تبقى لتر B. question 8. السيركت اللي قدامك دي بيقول لي مين من الاختيارات ممكن يزود الكرنت. بص بفكر ازاي. الاول اقول I equals V over R. الاول احط قدامي القاعده عشان ازود الكرنت بحاجه من الاثنين، يا اعلي الفولتج لان الاي والفي دايركتلي بروبورشنال، يا اقلل الريزيستنس لان الاي والار انفرسلي بروبورشنال. وبناء عليه لما تفحص الاختيارات وعايز تزود الكرنت يبقى ما قدامكش حاجه من الاختيارات الا انك انت تزود الاي ام اف. يبقى الاجابه لتر A. question 9. if the potential difference across a fixed resistor increases 5 times. خدت بالك من الكي وورد افيكسد ريزيستور. يبقى الار ثابته بتحط القانون في ايكوال اي ار. الار ثابته يبقى الفي والاي دايركتلي بروبورشنال. يبقى لو البوتنشال ديفرنس زاد 5 مرات برافو يبقى الكرنت انكريسز 5 تايمز. يبقى الاجابه لتر A. question 10. معايا سيركت اوف كونستانت فولتج. الله، يبقى الفي ثابته يبقى الاي والار inversely proportional. ايه اللي حصل؟ the resistance increases so the current decreases لان العلاقه بينهم inversely proportional. يبقى اللي هيحصل للكرنت decreased. letter
B. question 11 بيضحك عليك، بس انت على مين؟ احنا عيال جامده. بيقول لي ايه؟ doubling the voltage in a circuit doubling the current what happens to the resistance. حبيبي يبقى هو بيلعب مع الفي والاي، هيدبل الفولتج فالكرنت هيدبل، so the resistance remains constant. فالاجابه letter B. question 12 اوعى يضحك عليك، لان الفولتميتر محطوط صح في سيركت نمبر 1 لتر A، ومحطوط صح في لتر D لانه كونكتد ان باراليل. امال الغلطه فين؟ انك ما قريتش السؤال يا سعاده البي. عايز ايه؟ عايز الفولتميتر اللي محطوط صح اكروس ذا سيل، وطالما اكروس ذا سيل يبقى الاجابه لتر A. question 13 وده اخر سؤال على التايتل الاولاني. بيقول لي ايه؟ في غلطه الظاهر في الحسابات، ما تشوف لنا ايه الغلطه ولا مديك اي حاجه عن اي اتجاه، بس انت لو بصيت وقريت السؤال كويس تكتشف انه مديك الفي والاي، فتبقى وهو حتى كان بيقول لك ان انا بجيب الريزيستنس لواير كويس، فتيجي في الرول الاولاني وتجيب الريزيستنس فتطلع في على اي تطلع ب 2.4، الرول الثاني 2.18، الثالث 2.4، الريزيستنس في الرابع 2.4. الله، يبقى معنى كده ان الاكسبيرمنت دي كانت بتتاخد وبنجيب الفولتج والكرنت لريزيستنس مقدارها 2.4، ثلاث حاجات طلعت لي صح ب 2.4 وواحده طلعت لي غلط 2.18 اللي هي الاجابه لتر بي. بعد ما حلينا اسئله على التراك الاولاني بتاعنا نخش على التراك الثاني. التراك الثاني مربوط تماما باللي قلناه. الاول انا عايز هديكوا 6 جرافات. الاول هنتكلم على العلاقه بين البوتنشال ديفرنس والكرنت في حاله ميتاليك كوندكتور كونستانت تمبريتشر. اللي هيحصل شكرا لو الاي على الاكس اكسس والفي على الواي اكسس هيطلع لك الجراف زي ما انت شايفه بالظبط كده. ايه؟ دايركتلي بروبورشنال. السلوب هنا هيساوي مين؟ دلتا واي على دلتا اكس هيساوي في اوفر اي، فالسلوب هنا هيساوي ار اللي هي قيمه الاوميك ريزيستنس. شكرا. طيب ايه رايك نرسم العلاقه ما بين الفي والاي؟ بس هنعمل ايه؟ هنحط الفي على الاكس اكسس والاي على الواي اكسس. العلاقه دايركتلي بروبورشنال، كل ما البوتنشال ديفرنس هيزيد الكرنت هيزيد. السلوب هنا بتاع الجراف ده هيبقى I over V، يبقى السلوب equals 1 over R reciprocal of resistance. شكرا. اركن على جنب وتعالى لي بقى في الجرافين اللي جايين الاثنين التانيين. التو جرافس اللي جايين عباره عن العلاقه ما بين الفي والاي في فيلامنت لامب. الاول نتفق اتفاق ان الفيلامنت لامب بتسخن كل ما الكرنت يمشي فيها. الايديا بتاعتها بتعتمد على كده due to the flow of current، نتيجه لمرور الكرنت في السلك، فالسلك بيسخن فبتتوهج اللامب ودرجه حرارتها بتعلى. حلو. هنحط الاي على الاكس اكسس والفي على الواي اكسس، نلاقي العلاقه زي ما حضراتكم شايفينها في الجراف ده. برافو. اهدى عليا بقى كده. الجراف ده هنيجي عند النقطه 1 ونرسم تانجنت عشان نجيب السلوب، ونيجي عند النقطه 2 ونرسم تانجنت. هتكتشف اكتشاف روعه ان السلوب كان كده بقى كده، يعني السلوب بتزيد، يبقى في على اي بتزيد. طب الفي على اي اللي هي مين؟ الريزيستنس بتزيد. ايوه عشان ده فيلامنت لامب. كويس. طب ايه رايك وهي فيلامنت لامب نرسم العلاقه ما بين الفي والاي، بس هنحط الفي على الاكس اكسس والاي على الواي اكسس.
واخد بالك كده عند النقطه الاولانيه، شايف السلوب؟ طب شايف السلوب عند النقطه الثانيه؟ السلوب عند النقطه الثانيه لاين باراليل للاكس اكسس، يعني السلوب بتاعه بيساوي زيرو. افهم من كده ايه؟ ان السلوب بقى كان بقيمه وبقى بصفر. افهم من كده ان السلوب بيقل. السلوب اللي هو اي على في، السلوب اللي هو 1 على ار بيقل. طب اذا كان السلوب 1 على ار بيقل، يبقى الار نفسها بيحصل لها ايه؟ بتزيد. شكرا. هديكوا كمان جرافين. الجرافين دول على السيمي كوندكتورز زي الدايود والبي ان جنكشن، هنتكلم عليهم بعدين. يبقى لو رسمت في السيمي كوندكتور ما بين الفولتج والكرنت، بس حطيت الفي على الواي اكسس والاي على الاكس اكسس، هلاقي الريليشن بزيرو على الفولتج، زيرو فولتج، زيرو فولتج، زيرو فولتج، وعند نقطة معينة يبدأ يمر كرنت. شكرا. يبقى دول 6 جرافات على اومز لو. محتاجين نأكد المعلومة بالكام سؤال اللي جايين. يلا بينا. question 14. بص على الجراف ده كويس، شايفه؟ ده الاي على الواي اكسس والفي على الاكس اكسس. واخد بالك من الجراف ده ايه اللي بيحصل؟ السلوب بيقل. واخد بالك ان السلوب اللي هو 1 على ار بيقل، يبقى الريزيستنس بتزيد. ده بيحصل في الفيلامنت لامب، وبناء عليه اكسلنت للشطار، الاجابه لتر دي. question 15 نسخة طبق الأصل من اللي فات، بس التكرار يعلم الشطار زي ما انتوا عارفين. الاي على الواي اكسس والفي على الاكس اكسس، السلوب بيقل، 1 على ار بيقل، يبقى الار نفسها بتزيد، وده اللي بيكاركترايز الفيلامنت لامب. يبقى الإجابة لتر دي. question 16. هنا لمينا ال3 جرافات مع بعض في جراف واحد. بص كده على الواي، ايه ده؟ ده ستريت لاين عامل انجل مع الاكس اكسس، ده بتاع الميتاليك كوندكتور. بص على الزد، ده بتاع الفيلامنت لامب، ده سلوب بيقل، 1 على ار بيقل، ريزيستنس بتزيد. طب بص على الاكس، ايه اللي حاصل؟ الفولتج 0 0 0 0، هوب حصل كسر والكرنت عدى، ده في الدايود، وبناء عليه الاجابه لتر بي. question 17. اهدى كده على نفسك، وبعد اذنك بعد ما تقرا السؤال في ناس هتجاوب غلط. الاجابه A ما تنفعش، وB ما تنفعش، وC ما تنفعش، الاجابه D. من فضل حضرتك راجع A وB وC غلط. ليه؟ لاني لسه قايلينهم، مش هقولهم تاني، عشان انا عايزك تعتمد على نفسك. طب تيجي نحلل ليه دي صح لتر دي. كويس. دلوقتي عايز اجيب الباور في P، فبتساوي V تايمز I 0.5 تايمز 2، فتطلع ب1 وات. طب عايز اجيب الباور في Q، فيبقى 0.5 تايمز 4، فتطلع ب2 وات. معنى كده ان الباور في Q دبل الباور في P، فدي الاجابه لتر دي. نخش على البارت الثالث اللي عايزين نتكلم عليه النهارده. فاكرين لما اتفقنا المره اللي فاتت ان ال P equals VI؟ ال P اللي هي الباور، V هو البوتنشال ديفرنس، I هي current intensity. تعالوا بقى النهارده، عمك قبل ما يموت ساب لنا وصيه، قال لنا كل ما تشوف V شيلها وحط بدلها IR، وبناء عليه ايه رايكم نعمل سبستيتيوشن في القانون دلوقتي؟ بقت ال P equals اعين ال V وحط بدلها IR، والاي الاولانيه موجوده، فاصبح القانون ال P equals I squared R. شكرا. طب تعالى تاني، عارف ان مات؟ الله يرحمه ويحسن اليه، وساب لنا وصيه قبل ما يموت، كل ما تشوف ايايا
شيلها وحط بدلها في اوفر ار. جميل. هعين الاي واحط بدلها في اوفر ار. اصبحت باور بتساوي في سكويرد اوفر ار. ومن هنا منين ما تسمع كلمة باور فور ايكويشنز مرسومين في مخك. الباور انرجي على تايم، الباور في تايمز اي، الباور اي سكويرد ار، الباور في سكويرد اوفر ار. ما تنساهمش من حياتك ابدا. وبرضه كم سؤال يخلونا زي الفل مع بعض كده لكم سؤال. دلوقتي هنحل اسئله على البارت الثالث اللي بيتكلم على الباور. اوعوا تنسوا ان الباور انرجي على تايم، الباور في تايمز اي، الباور اي سكويرد ار، الباور في سكويرد اوفر ار. كويس. الكويستشن اللي جاي لما تيجي تمسك القوانين وتحللها تجد ان اللي ما ينفعش من اليونتس اللي قصادك لتر بي. excellent. question 19 عايز يحسب الباور، مديك الكرنت 500 ملي امبير اللي هو 0.5 امبير والريزيستنس 180 اومز. فيبقى الباور ايكوال اي سكويرد ار. فيبقى 0.5 سكويرد تايمز 180 فتطلع 45 وات. letter A. question 20 الباور ب 50 والريزيستنس ب 2 ohms. فاقول الباور بتساوي I سكويرد R. يبقى الاي سكويرد 50 over 2 فتطلع ب 25. يبقى الكرنت روت 25 equals 5. letter B. question 21 خلي بالك الكويستشن ده مقسوم لتو بارتس. اقرا واحده واحده وشوف. الاول معايا الانرجي والتشارج فاجيب البوتنشال ديفرنس V equals W over Q 4000 over 10 فيطلع ال V ب 400 فولت. ارجع بقى انا معايا دلوقتي مين؟ الفولتج ومعايا الريزيستنس هم 50 اومز. فهو عايز الكرنت I بتساوي V over R يبقى 400 over 50 فتطلع 8 امبيرز. letter C. واخدش بالك انت بقى من السؤال ده؟ بصيت كويس على الرسمه؟ واخد بالك من السيمبلز اللي على الجنبين دول؟ دي اسمها earthed or ground. انا مش عايز اقول لك غير كده دلوقتي بس تعرف انها متصله بالارض وهنعرف بعدين دي معناها ايه. تعالى بقى نجيب الباور V times I 5 times 7 فتطلع ب 35 وات. letter B. جينا للبارت الرابع والاخير في حصتنا. تعالوا لي واحده واحده بقى. اسمه ايه؟ series connection of resistors. في السيريز كونكشن اوف ريزيستورز احنا بدأنا بان بابا عنده عيل واحد بيصرف عليه، فالفلوس اللي بابا قرر يوزعها مصروف ابن بابا بياخدها. دلوقتي R1 ريزيستنس ليها 2 تيرمينالز، R2 ريزيستنس لها 2 تيرمينالز يعني نهايتين، R3 ريزيستنس ليها نهايتين. وصلت دي بدي ودي بدي ودي بدي زي ما الرسمه واصله ومع البطاريه. شكرا. اتفقنا ان في كرنت هيمر في السيركت. امشي، والكرنت هو الكونفنشنال كرنت اللي بيمشي من البوزيتيف بول تو ذا نيجاتيف بول ان ذا اكسترنال وايرز. امشي يا كرنت، امشي امشي يا كرنت. الكرنت ماشي ماشي ما بيغيرش مسار وعمال يسيركيوليت زي ما حضراتكم شايفين. شكرا. بابا بيوزع فلوس على عياله. بابا المصروف اللي بيوزعه اسمه EMF او الفي توتال.
ابن بابا الاول هياخد مصروف اسمه V1، والتاني هياخد مصروف اسمه V2، والتالت هياخد مصروف اسمه V3. ال V total بتساوي V1 بلس V2 بلس V3 اللي هو المصروف اللي بابا هيوزعه. الواد ابنه الاولاني هياخد حبه، والتاني هياخد حبه، والتالت هياخد حبه. عايز اقف معاكم ثانيه لحظه كده، لحظه. يبقى لو عيال بابا قد بعض بالظبط، الاولاني خد 10 جنيه والتاني خد 10 جنيه والتالت خد 10 جنيه، لان بابا هيوزع عليهم بالتساوي، فيبقى بابا بيوزع 30 جنيه. حلو قوي. لكن لو ولاد بابا عيل في ابتدائي وعيل في ثانوي وعيل في الجامعه، بابا مش هيدي المصروف قد بعض. ليه؟ لان متطلبات كل واحد مش زي التاني. ابو جامعه عايز فلوس كتير، يعني ممكن يركب اوبر، ممكن يعزم صحابه على سجاير، حاجه كده من الحاجات الوحشه، ممكن يقعد على قهوه عشان يشرب شاي يعني، او اي حاجه يعني، اي حاجه. لكن انما التاني الصغنن بتاع ابتدائي ده ولا كبيره مصاصه، هو عايز مصاصه كده عشان يبطل، فمش ممكن يكون المصاريف شبه بعض. يبقى خلي بالكم، امتى المصروف هيبقى قد بعض؟ لو كل العيال في نفس المرحله. طب كويس. يبقى الفلوس اللي بابا بيوزعها اسمها في توتال. الفي توتال بيساوي V1 بلس V2 بلس V3. مش عارف انا قلت لكم ولا ما قلتلكوش، مش مات الله يرحمه ويحسن اليه، بس قبل ما يموت ساب لنا وصيه. ايه الوصيه؟ كل ما تشوف في شيلها وحط بدلها اي ار. تعال هنعين الفي توتال ونحط بدلها اي ار توتال، ونعين للفي 1 اي ار 1، والفي 2 اي ار 2، والفي 3 اي ار 3. شكرا. مش واخد بالك ان ما حطيتش اي 1 واي 2 واي 3؟ لان الكرنت ثابت في السيركت دي كلها ما بيتغيرش. ايه رايك ناخد الاي كومن فاكتور؟ فخدنا الاي كومن فاكتور من اليمين، فبقت R1 بلس R2 بلس R3 في براكت ملتبلايد باي اي بتساوي اي ار توتال. نطير الاي مع الاي، بقت الار توتال بتساوي R1 بلس R2 بلس R3. وهنا ده بروف ما بيجيش في الامتحان. مش هيجي لك في الامتحان بروف عشان يقول لك سمع. امال لا، انا عايزك تبقى فاهم. فاهم ايه؟ ان الفي توتال متقسمه على الثلاثه ريزيستور بتساوي V1 بلس V2 بلس V3. انا عايزك تبقى فاهم ان الكرنت ثابت. انا عايزك تبقى فاهم الار توتال بتساوي R1 بلس R2 بلس R3. شكرا. يبقى اول ما تشوف سيريز كونكشن الثلاث حاجات دول مرسومين في دماغك تماما. كويس. تعالوا نتفرج واحده واحده على الاكزامبل اللي جاي. دلوقتي في السيركت اللي قدامكم بابا بيوزع 18 جنيه على عياله. عيال بابا 2 arms 3 arms and 4 arms and they are connected in series. اول حاجه نسمبليفاي السيركت ونعين الثلاث عيال دي ونحط بدلهم عيل واحد. 2 بلس 3 بلس 4 فتطلع 9 arms. يبقى عندي سيركت فيها بطاريه 18 فولت 18 فولت وريزيستنس 9 ohms هيمشي فيها كرنت مقداره 2 امبيرز. حلو. تيجي نجيب المصروف بتاع الواد 2 ohms اي ار، يبقى 2 تايمز 2 ب 4 فولت. نجيب مصروف الواد الثاني 3 ohms 2 تايمز 3 فيبقى 6 فولت. يبقى مصروف الواد الثالث 2 تايمز 4 8 فولت. على فكره لو عديت المصروف كله هيطلع لك 18 جنيه اللي هي الفلوس اللي بابا بيوزعها. وبكده خلصنا السيريز كونكشن وجاهزين نحل لنا شويه كده ونظبط التظابيط. وشدوا حيلكم معانا، يلا نتوكل على الله. دلوقتي البارت الاخير اللي بنتكلم عليه اللي هو السيريز كونكشن. اتفقنا في السيريز كونكشن 3 حاجات مطبوعين جوه قلبك. 1 التوتال بوتنشال ديفرنس ديفايدد اكروس ريزيستورز. 2 في السيريز كونكشن الكرنت ثابت. 3 في السيريز كونكشن ار توتال بتساوي R1 بلس R2 بلس R3. دي الكلمات اللي انت كنت حافظها. اقرا الستيتمنتس اللي قدامك تكتشف ان الاجابه لتر دي. Question 24. الاميتر 1
واميتر 2 واميتر 3 في سيركت كونكتد ان سيريس لازم قراياتهم كلها تبقى متشابهه. فاذا كان اميتر 1 بيقرا 1 امبير يبقى اميتر 2 يقرا 1 امبير واميتر 3 1 امبير، وبناء عليه تبقى الاجابه لتر دي. question 25. اوعى تنخدع، لسه وقت الخداع ما جاش. R1 greater than R2 greater than R3، ده بيضحك عليك. ده بيعمل ايه؟ ده بيحط لك عظمه في الطريق. اوعى لو ما تعملش زي الهوهو وتروح لناحيه العظمه وتسيب الصيد الثمين. الثلاثه دول كونكتد ان سيريس، فلازم الكرنت يبقى في الثلاثه متساوي لانهم سيريس كونكشن. يبقى الاجابه لتر اي. question 26. اهدى كده وخلي بالك. ما بيعرفش يحل الحاجات دي، لكن انت بتعرف. عايز سيركت فيها بطاريه وريزيستور. تعالوا الثري ريزيستورز اللي انت شايفهم كونكتد ان سيريس اشيلهم واحط بدلهم واحده بس اللي هي 3 بلس 4 بلس 5 فتطلع 12 اومز. اجيب الكرنت اللي بيمشي في السيركت 6 over 12 فيطلع 0.5 امبيرز. هو عايز الفولتج اكروس ال 4 اومز فيبقى بتساوي I تايمز R 0.5 تايمز 4 فيطلع 2 فولت. لتر سي. excellent. question 27. قدامك سيركت بيقول لك انا عايز اقلل الكرنت. بعد ما تقرا السؤال يعني عايز تقلل الكرنت، قوم انت على طول تتذكر I equals V over R. عايز تقلل الكرنت يا باشا قدامك حاجه من الاثنين، يا تقلل الفولتج يا تعلي الريزيستنس، لان الكرنت دايركتلي بروبورشنال مع الفولتج وانفرسلي بروبورشنال مع الريزيستنس. حلو جميل. لما تدور على الاجابات تلاقي انك انت تزود الريزيستنس عشان الكرنت يقل، والسيريس كونكشن بيزود الريزيستنس. يبقى الاجابه لتر بي. question 28. نفكر كده مع بعض قبل ما نحل السؤال ده. عايز افكرك ان مستحيل بيتنا يتوصل الاجهزه اللي فيه ان سيريز. ليه؟ مش بتحصل ساعات ان احنا عندنا نجفه ولمبه تتحرق؟ هل لو في لمبه اتحرقت في النجفه اللي بيحصل ان النجفه كلها بتبطل؟ ابدا، شغاله وفيها لمبه محروقه. لو كانت اللامبس دي كونكتد ان سيريس ولمبه اتحرقت ايه اللي هيحصل؟ ولا لمبه تانية هتشتغل. يبقى اذا تتحرق يعني يحصل لها بريكس، تحط ايديك عليها كده كانها مش موجوده، فيبقى اصبح في جاب في السيركت، في قطع في السيركت، فالكرنت مش هيمشي. وبناء عليه لازم تبقى واخد بالك ان بيوتنا مش ممكن تتوصل ان سيريس. يبقى هنا لان ده سيريس كونكشن فاجابه السؤال ان الكرنت هيبقى ثابت في السيركت كلها، والاجابه تبقى لتر سي. معايا 2 ريزيستورز 1 and 2 and they are connected in series، يبقى الكرنت في الاثنين متساوي. حلو، يبقى الفي والار دايركتلي بروبورشنال، يبقى الاعلى في الريزيستنس اعلى في الفولتج. ده مش اعلى، ده 1 دبل 2، يبقى معنى كده ان الفولتج في 1 دبل 2. يبقى الاجابه لتر سي. معايا 2 ريزيستورز كونكتد ان سيريس ايدنتيكال وبابا بيوزع في. الله، والاثنين زي بعض، يبقى بابا هيديهم بالتساوي. يبقى الفولتج اكروس الاولانيه في اوفر 2 اللي هي نص في يعني، واكروس الثانيه في اوفر 2، والكرنت في الاثنين متساوي لانهم كونكتد ان سيريس. الله على العيال اللذيذه، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ excellent. letter D. question 31. بالله عليكم لا تهدوا. شوفوا السؤال ده قدامي نوعين من الطلبة، نوع متوسط وللأسف المتوسط هيحله صح، ونوع ذكي احتمال يقع فيه. ناخدها واحدة واحدة. بيقول لي مين اللي significantly less
في 2 وايرز، واحد رفيع واحد تخين. فالواير التخين يعني لارج كروس سكشنال اريا تبقى الريزيستنس قليله. الواد المتوسط جاوب دي على طول. طب الواد الذكي قال ايه؟ الله، طب لو انا شفت السؤال اللي فوق منه على طول، طب ما هو الاتنين فيهم نفس الكرنت، يبقى الفي والار دايركتلي بروبورشن. يبقى التخين اقل في الريزيستنس اقل في الفولتج. ليه القليل في الفولتج ما ينفعش؟ نقول له برافو عليك، الاجابتين ينفعوا. بس الراجل حسمها في السؤال لما قال لك مين اللي significantly يعني واضح وظاهر. الوضوح والظهور ده جاي منين؟ مين الحدث اللي حصل الاول فاثر على الثاني؟ لما كان السلك تخين يعني لارج كروس سكشنال اريا، ده معناه الريزيستنس قليله، ولان الريزيستنس قليله فالفولتج قليل. يبقى الحدث اللي حصل الاول ان الريزيستنس قلت، وبناء عليه يبقى الاجابه لتر دي. السؤال الاخير نمبر 32. الله، ده بيربط حلقه النهارده بالحلقه اللي قبلها. يعني ايه؟ اقول لك. النهارده من اومز لو هنجيب قيمه الريزيستنس في على اي فتطلع ب 0.5 اومز، ونرجع اللي قبل كده. هو عايز الريزستيفيتي، رو بتساوي ار اي اوفر ال. اعمل سبستيتيوشن فتطلع لك الاجابه لتر دي. وبكده يبقى وصلنا لاخر كلام عندنا النهارده. اوعوا تنسوا الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة، هتوحشونا. مع السلامة.